زلزال مدمر يضرب تركيا وعددا من الدول العربية. وإلى التفاصيل. كشف الرئيس التركي أردوغان عن حصيلة ثقيلة للزلزال الذي ضرب فجر هذا اليوم عددا من الولايات الجنوبية التركية، حيث فاقت إلى حدود الساعة أكثر من 900 قتيل و5000 جريح. وأوضح أردوغان خلال كلمة ألقاها بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أنقرة أن العدد الحالي لضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، والأرقام مرشحة للارتفاع مقارنة بالحصيلة السابقة. وأضاف الرئيس التركي أن السلطات التركية رفعت تقديرات قوة الزلزال إلى 7.9 درجات على مقياس ريشتر، مسجلا انهيار ما يقارب 2800 بناية في البلاد. ولم يخفي الرئيس أردوغان أن الزلزال خلف خسائر كبيرة ويعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في تاريخها المعاصر، مؤكدا أن أولوية الدولة التركية هي مواصلة عملية الإنقاذ رغم الظروف المناخية الصعبة. ويذكر أن الزلزال استمر نحو دقيقة وفقا لإدارة الكوارث، وشعرت بارتداد الدول المجاورة لا سيما سوريا ولبنان والعراق. وفي سوريا ضرب الزلزال محافظة حلب وإدلب واللاذقية وحماة، وهناك تقارير بتسجيل مئات القتلى والجرحى.